يا أهلاً. بصراحة الأيام القليلة اللي فاتت كانت عبارة عن زلزال حقيقي في الكرة المغربية. قصص من كل نوع، قرارات مصيرية لمواهب شابة، كلام عن عودة محتملة لنجوم كبار، وكمان أحداث صادمة هزت اللاعبين خارج الملعب. خلونا ندخل في التفاصيل ونشوف إيش اللي صار بالضبط في هذا الأسبوع اللي قلب كل الموازين. أيوة، هو بالضبط كده. زلزال من التقلبات المفاجئة، هذا هو الوصف الدقيق للي حصل. يعني شفنا سلسلة أخبار هزت الوسط الكروي المغربي كله، أخبار منها اللي يفرح ومنها اللي يصدم، وكل هالأخبار بترسم ملامح مستقبل المنتخب. طيب، خلونا نبدأ نحلل هالتطورات واحدة واحدة. طيب، أول قسم معانا هو مستقبل الأسود، وهنا في نقطتين أساسيتين لازم نوقف عندهم لأنهم بشكلوا هوية الفريق وقيادته الفنية. الأولى هي قرار مصيري للاعب موهوب جداً، والثانية هي تعيين رسمي مهم من الجامعة الملكية. نبدأ بالموضوع اللي شاغل بال الكل، الموهبة الشابة أيوب بوعدي. لاعب عمره 16 سنة بس، تخيلوا، لكنه واقف قدام معضلة كبيرة جداً. يختار مين؟ المغرب ولا فرنسا؟ قرار ضخم الكل مستنيه ومنتظره باهتمام. طبعاً في الفترة الأخيرة كثر الكلام وطلعت إشاعات كثيرة بتقول إنه خلص وافق يلعب للمغرب، لكن بويضي طلع بنفسه ووضح الأمور. قال إنه قراره لسه ما تحسم وإنه لسه ما بدأ أي إجراءات لتغيير جنسيته الرياضية. يعني باختصار كل شيء لسه معلق والموضوع ما انتهى. وفي وسط كل هذا الضغط جات نصيحة قوية جدا من لاعب مر بنفس التجربة، وهو اللاعب الفرنسي السابق عادل رامي. رامي وجه نصيحة لبوعيدي، كلام من الآخر: المهم مش ضغط الناس أو المواقع، المهم هو قلبك. اختار المكان اللي بتحس فيه بالسعادة والفخر. بصراحة نصيحة من ذهب. طيب، خلونا نترك قرار بوعد المعلق ده على جنب شوية، ونروح لقرار تاني اتحسم خلاص وبشكل رسمي داخل الإدارة الفنية للمنتخب الوطني. والخبر الرسمي هو انضمام النجم الكبير السابق يوسف حجي للطاقم التقني. الجامعة أعلنت بشكل رسمي إنه حيكون المساعد الثاني للمدرب. طبعا هذا التعيين بيضيف خبرة ضخمة جدا للفريق الفني، خصوصا في هذا الوقت الحاسم وقبل البطولات الجاية. نروح الآن للقسم الثاني، وهنا الكلام عن عودة محتملة للاعب كبير ومخضرم. الحديث طبعاً عن سفيان بوفال. اللاعب بيقدم مستوى خرافي الفترة دي، ومدربه بيمدح فيه بشكل كبير، وهذا الشيء فتح الباب بقوة لكلام عن عودته لصفوف أسود الأطلس. أداء بوفال الأخير مع نادية لوهافر هو اللي بيحكي القصة كلها. يعني شوفوا، هو مش بس موهبة فنية، لا، هو عنده الموهبة وعنده العقلية الصح، ومفيد جدا لتنظيم فريقه وبيساعد في الدفاع بشكل كبير، وحريته في الهجوم دي بياخدها لأنه بيشتغل بجد. يعني لاعب متكامل بمعنى الكلمة. واسمعوا الكلام ده من مدرب داغر بنفسه، بيلخص كل شيء. بيقول لما يكون عندك موهبة لازم يكون عندك عقلية كمان، وهذا اللي عند سفيان بوفال، عشان كده هو مفيد جدا لنا. المدح هنا مش بس للموهبة، لا، ده تأكيد على عقليته والتزامه. وهذه هي بالضبط الصفات اللي بتخلي أي لاعب قطعة لا يمكن الاستغناء عنها، واللي بتفتح له باب المنتخب مرة تانية وبقوة. طيب، الآن بنترك أخبار الملعب شوية للأسف عشان نتكلم عن أحداث مقلقة ومؤثرة جداً صارت خارج الملعب. الأحداث دي طالت اتنين من نجوم المغرب المعروفين وحطتهم تحت ضغط نفسي رهيب. الخبر الأول بصراحة صادم ومحزن لأبعد درجة. بيتكلم عن اللاعب الشاب نايل العيناوي. بيته تعرض لسطو عنيف، يعني لصوص مسلحين دخلوا البيت وعائلته كانت موجودة بالداخل. تخيلوا الموقف، لحظات رعب حقيقية عاشوها. والخسارة المادية كانت كبيرة جداً. قيمة المجوهرات والأشياء الثمينة اللي انسرقت بتقدر بحوالي 100 ألف يورو. طبعاً هذه خسارة فادحة بتزيد من حجم الصدمة النفسية اللي تعرضوا لإلها. لكن وسط كل هذا المحنة في خبر هو الأهم. الحمد لله، ورغم كل الصدمة والخسائر دي ما في أي حدا من أفراد العائلة تعرض لأذى جسدي، وهذا أهم شيء أكيد. كل الدعم لنايل وعائلته عشان يتجاوزوا هالتجربة الصعبة. والضغط اللي خارج الملعب موقف عند هذا الحد. نروح لنجم ثاني وهو أشرف حكيمي. حكيمي محاط بإشاعات قوية جدا بتربطه بعودة، خلينا نقول حالمة، لناديه السابق ريال مدريد. قصة عاملة جدل كبير جدا. طيب، ليش منقول إنها عودة صعبة أو حلم صعب التحقيق؟ الأسباب واضحة ومحددة.
أولاً، باريس سان جيرمان مش عايز يبيعه، متمسكين فيه. ثانياً، سعر الصفقة خيالي، نتكلم عن حوالي 80 مليون يورو. ثالثاً، عقده مع باريس لسه طويل، بيمتد لغاية 2026. كل هالعوامل بتخلي رجوعه شبه مستحيل في الوقت الحالي. طيب، بعد كل هالقصص والأحداث المتقلبة، من قرارات لاعبين لتعيينات فنية ولأزمات شخصية خارج الملعب، وصلنا الآن للحظة الحاسمة، لحظة الترقب. السؤال هو: ماذا بعد؟ وهنا الصورة بتكتمل. الأيام اللي فاتت كانت عاصفة أخبار حقيقية، واليوم التحليلات والتكهنات وصلت لأعلى مستوى، والكل مستني يوم الخميس الساعة 12 الظهر. هذا هو الموعد اللي راح يتم فيه الكشف عن القائمة الرسمية للمنتخب. كل الأنظار متجهة لهناك. ونختم بنفس السؤال اللي بيلخص كل شيء، بين حيرة نجم صاعد وقراره، وبين عودة محتملة للاعب مخضرم بيقدم أفضل مستوياته، وبين نجوم بمروا بظروف صعبة خارج الملعب. يا ترى مين اللي حجز مكانه في القائمة النهائية؟ وكيف رح يكون شكل قائمة المدرب النهائية؟ الجواب يوم الخميس.